سلام عليكم يا حبايبي. انا اماني محمد. يلا بينا نعمل كوكيز طعمه لذيذ قوي وطريقته سهلة جدا، بإذن الله هيعجبك ويعجب الأولاد كمان، ومقاديره بسيطة وشوفي بنفسك. أنا عملت 60 قطعة من الكوكيز، بس الطعم حكاية. الكوكيز من أسهل الوصفات وأحلاها. شايفة شكل الكوكيز بتاعنا؟ شايفة التسوية كمان؟ ما شاء الله، هش وطعمه لذيذ جدا وبيدوب دوبان. يلا بينا، اذكروا الله وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وما ننساش ندعي لإخواتنا بالنصر ونقول بسم الله ونبدأ الطريقة مع بعض. في بولة هنزل بكوباية من السمنة، وده مج الشاي العادي بتاعنا اللي بنستعمله كلنا. ممكن تستبدلي السمنة بالزبدة أو بالزيت، أو خليط من الزبدة على الزيت، أو من السمنة على الزيت، أو حتى خليط من السمنة على الزبدة، اللي يريحك. المادة الدهنية اللي تريحك ضيفيها. وبنفس الكوباية هنزل بكوباية من السكر البودرة، والسكر ده أنا طحناه في مطحنة الخلاط. ومن سهولة الوصفة أنا هقلب بالمضرب اليدوي زي ما انت شايفة كده. كل ما نقلب السكر هيدوب معانا، والخليط لونه هيبقى فاتح، والقوام هيبقى كريمي معانا. اضربي الخليط لمدة دقيقتين 3 لحد ما نوصل للدرجة دي، اللون فاتح والقوام كريمي. بعد كده هنزل ببيضتين على الخليط بتاعنا، ونزلت بالبيض يبقى على طول انزل بالفانيليا. نزلت ب3 نقط من الفانيليا السايلة. هنقلب الخليط بتاعنا ده بقى لحد البيض ما يختفي تماما، ولازم نتأكد ان البيض اختفى تماما. هضيف كمان رشة بسيطة من الملح، يعني نقول اقل من نص معلقة صغيرة، ونقلب بقى كويس جدا. تمام كده، حلو قوي. ويلا بينا ننزل بالدقيق بتاعنا. انا استعملت دقيق لجميع الاستخدامات، ولازم طبعا ننخل الدقيق بتاعنا علشان ده بيخلي الكوكيز هش معانا. وهنزل على الخليط بتاعنا ب3 كوبايات ممسوحين من الدقيق، والكوباية بملاها بالمعلقة او بصب من كيس الدقيق في قلب الكوباية بحيث تديني كوباية ممسوحة من الدقيق. ما بضغطش ولا بكبس الدقيق بالمعلقة في قلب الكوباية ولا أي حاجة. هنزل كمان ب2 معلقة كبيرة مليانة من النشا، والنشا هيخلي الكوكيز بتاعنا مقرمش ودايب كمان. هنزل كمان بمعلقة صغيرة من البيكنج صودا، اللي هي الكربوناتو اللي بنستعملها في الطعمية. ولو ما عندكيش ممكن تستعملي البيكنج باودر، بس هو هيخلي الكوكيز يفرش اكتر معاكي. والخطوة اللي بعد كده اننا هنقلب الدقيق بالمعلقة بالشكل ده لحد الدقيق ما يختفي تماما. احنا مش بنعجن، احنا بس عايزين الدقيق يختفي. بمجرد الدقيق ما يختفي بحاول اساوي العجينة في البولة بالشكل ده، وحاولي بقى تقسميها لنصين متساويين. انا قسمتها لنصين بالنظر كده، وهنا انا كنت بمسك كل نص بايدي علشان احس هو قد التاني ولا لا. هاخد نص منهم وهضيف له معلقة من الدقيق، ولازم انخلها طبعا. احنا هنضيف الدقيق بالتدريج لحد العجينة ما تظبط معانا. وهقولك تاني مش بنعجن، انا بقلب بس لحد الدقيق ما يختفي. لسه العجينة بتاعتنا محتاجة معلقة دقيق، لسه بتلزق شوية وكمان فيها دهون زيادة. هضيف كمان معلقة من الدقيق. هنخل الدقيق بتاعنا وهقلب بقى العجينة مع الدقيق كلها بالشكل ده. حلو قوي كده. الدقيق هيختفي وهيديني عجينة طرية لينة اقدر اشكلها بمنتهى السهولة. العجينة ما شاء الله طرية، ولما بضغط عليها مش بتشقق ولا اي حاجة زي ما انت شايفة معايا كده اهي. وتعالي ناخد قطعة من العجين بتاعنا، طرية ولينة ومش بتشقق، واقدر اكورها بمنتهى السهولة. حلو قوي كده. هاخد العجينة بتاعتنا واحطها في طبق، ولازم اغطيها بكيس. ده كوكيز بالفانيليا هنركنه على جنب. يلا بينا بقى نعمل الكوكيز بالشوكولاتة. هضيف معلقتين من الكاكاو الخام الاسباني. لازم طبعا ننخل الكاكاو علشان لو فيه اي تكتلات. وهنا كمان هنقلب لحد الكاكاو ما يختفي تماما ويدينا عجينة طرية ولينة. ده كان شكل العجينة بتاعتنا، ما شاء الله طرية وبتلمع وبقدر اشكلها بمنتهى السهولة. هنحطها في طبق ونغطيها بكيس بلاستيك، وكده عجينة الكوكيز جاهزة معانا. اخدت بقى قطعة من العجين، مش بكبر الحجم قوي، القطعة كده حوالي 15 جرام او 16 جرام، وبكورها بالشكل ده. وعندي بقى شوكليت شيبس، ممكن بقى نحط قطعة الكوكيز في الشوكليت شيبس ونضغط عليها ضغطة خفيفة فالشوكولاتة هتمسك فيها، او اني اوزع الشوكولاتة عليها كده بالشكل ده زي ما انت شايفة. والطريقة الاسهل ليكي اعمليها يا ست الكل. هنشكل الكوكيز بتاعنا ونرصه في الصينية. الصينية مش بندهنها أي مادة دهنية،
انا بكتفي بالمادة الدهنية الموجودة في الكوكيز بتاعنا. الكمية اللي عملتها عملت معايا 60 قطعة من الكوكيز. وخلي بالك بقى علشان تسهلي على نفسك، الصينية اللي معمولة بالشوكولاتة بحط فيها واحدة بالفانيليا علشان اعرف التسوية. يعني بعرف ان الصينية دي استوت لما القطعة دي تاخد لون ذهبي معايا في الفرن. ونتكلم بقى عن التسوية. بدخل الكوكيز على فرن سخن علشان ما يفرش معايا. بشغل الفرن على درجة حرارة 180، ولما بيسخن بحط الصواني بتاعتي على الشبكة على الرف الاول من تحت. هياخد معاكي في الفرن من 15 ل 20 دقيقة، وده حسب كل فرن. بعد كده بشغل الشواية لمدة اقل من دقيقة علشان ياخد لون ذهبي حلو معايا. وممكن نستغنى عن خطوة الشواية. هنطلع الصواني من الفرن ومش بنحرك الكوكيز بتاعنا خالص غير لما يبرد تماما. وادي القمر بتاعنا طلع من الفرن وبرد تماما. نشوف بقى التسوية مع بعض. شايفين قد ايه هش ولونه جميل، وعايزه اقولك بيدوب دوبان. قدموه بقى جنب شاي او شاي بحليب بيبقى تحفه. يا ريت بقى لو وصلتم معايا لهنا ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس وتعليق حلو منكم. ويا ريت تدعوا لمرضانا جميعا بالشفاء.